ومعركتنا ليست مجرد شعب يريد إسقاط النظام، معركتنا معركة بقاء بين إيمان وكفر، بين توحيد وشرك، بين سنة وبدعة، أو قل إن شئت بين سنة كطائفة وبين رافضة يريدون أن يتغولوا علينا. النصيرية أيها الأحباب الكرام ظهر منهم وعرف عنهم الكفر البواح، فمنذ القدم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم: هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، لا يزوجون ولا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يدفنون في مدافن المسلمين. هذا الكلام قيل قبل 700 سنة حينما اصطف هؤلاء في صف التتار الذين ذبحوا رجالنا وهدموا مساجدنا في ذلك الزمن السحيق. ومن ذلك الزمن إلى يومنا هذا لا تزال مكائدهم ودسائسهم ضد خير أمة أخرجت للناس. لقد تحالفوا مع المستعمر الفرنسي ووقفوا معه ضد أهل بلدهم وطالبوا باستقلال دولتهم أو ببقائهم تحت الاستعمار حتى بعد استقلال سوريا، فكان هذا بمثابة الخيانة العظمى التي لا ينبغي أن تصدر من عاقل فضلا عمن يدعي الإسلام. إذا تكلمنا عن عقائدهم فينبغي أن نعلم أن هؤلاء ينسفون أكثر من شطر الإيمان. الإيمان أيها الأحباب الكرام ليس مجرد قول لا إله إلا الله، ليست مجرد شهادة التوحيد، ليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بذلك ما لم يأتي بها بشروطها وتنتفي عنه موانعها. هؤلاء إذا نظرنا إلى أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالبعث وباليوم الآخر، نجد أنهم لا يؤمنون بالبعث فما بعده، فنصف أركان الإيمان ينسفونها. لا بعث عندهم ولا جنة ولا نار ولا حساب، كل ما يأتي بعد البعث ليس موجودا عندهم، لأنهم يؤمنون بعقيدة يسمونها بالعامية عقيدة التقمص، وهي عقيدة تناسخ الأرواح. فهم يعتقدون أن العبد إذا مات فإن روحه تخرج منه وتدخل في جسد مخلوق جديد. والفرق بين الدروز وبين النصيرية فرق طفيف في هذه المسألة. فالدروز يعتقدون أن روح الإنسان تخرج منه فتدخل في إنسان آخر بعده يعيش، فإن كان الأول صالحا دخلت روحه في روح شخص ممتع في حياته، عنده سعة في رزقه، عنده منصب أو غير ذلك فيمتع، فهذه جنته. وإذا كان شقيا في حياته فخرجت منه روحه فإن روحه تدخل في نفس تعيس معذب في حياته، فلا يكون لها إلا الشقاء، وهذه هي ناره. أما النصيرية فيزيدون على ذلك أنهم يجيزون دخول روح الآدمي في حيوان بهيم، فإذا مات الإنسان وكان شقيا فقد تدخل روحه في أفعى أو في كلب أو خنزير ويعذب فيها من بعد، وإذا كان صالحا دخلت روحه في غزال أو أرنب ينط هنا وهناك ويسعد ويسعد من حوله. هذه هي عقائدهم. إذن هم بهذه العقيدة التي هي تناسخ الأرواح والتي يعتقد بها جميع النصيرية بدون استثناء، حتى منهم من يزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه عقيدة كفرية تنسف نصف أركان الإيمان من البعث وما بعده. فكل عقيدة من البعث والنشور والحساب والجنة والنار لا يؤمن بها هؤلاء. فقولوا لي بربكم من ذا الذي لبس عليه فقال إن هؤلاء مؤمنون أصلا. إن هؤلاء كفار كفرا أصليا، كفرهم كفر أصلي وليس كفر ردة طارئ عليهم، وبالتالي لا يلام من خرج عليهم، بل يجب الخروج عليهم ونزع يد الطاعة من أيديهم وإن زعموا أنهم مسلمون وتظاهروا أمامنا بصلاة أو صيام.